مرحبا بكم، معكم بشرى، واليوم في حلقة جديدة من البودكاست بغيت ندوي غادي نهضروا على الأوفر ثينكينغ. بغيت نبدا هذه الحلقة بسؤال بسيط: واش عمرك حسيتي براسك كتفكر حتى كتعيا، راسك كيدور، قلبك كيضرب وانت ساكت، والمشكل انه ما كاين حتى مشكل واضح، لا خطر لا شي حاجة كتشكل تهديد، ولكن دماغنا خدام بلا توقف. كل كلمة، كل تصرف، كل لحظة كتولي فيلم، كل سؤال كيجيب معاه عشرات الأسئلة. واش كنت كنبان غريبة؟ علاش قال ديك الكلمة؟ يمكن القصد كان بشي حاجة، ولا غير أنا اللي كنفكر بزاف؟ هذا هو الأوفر ثينكينغ. وبغيت نقولها من الأول: التفكير الزايد ماشي ضعف وماشي مرض وماشي شي حاجة اللي كنختاروها، هو ردة فعل من العقل ديالنا، مشى بعيد باش يحمينا من شي حاجات عشناها، من جروح، من مواقف، من خوف، من أشخاص ما خلاتش الثقة في المكان ديالها. على حساب دراسة جامعة هارفارد، الناس اللي كيعيشوا تقريبا 47% من وقتهم تايهين في الأفكار وما مركزينش في الحاضر، وعقلهم كيركز بزاف على إما الماضي أو المستقبل، وهذا الشيء كيزيد من القلق، التوتر والحزن. وإحنا في المغرب بالرغم من قلة الإحصائيات الدقيقة كنعرفوا من خلال الدراسات أن أكثر من نصف الشعب المغربي كيعاني من واحد النوع ديال الضغط، القلق أو الاكتئاب. وخا ما كيهدروش عليه بزاف، أنا اليوم ماشي فقط بغيت نهضر على الأوفر ثينكينغ، بغيت نشرح، نفهم، نشارك وندوي، حيت هذا الموضوع كيلمسني شخصيا، حيت عارفة أن بزاف فيكم غادي يلقاو راسهم في هدرتي. في هذه الحلقة غادي نعطيكم أنواع التفكير الزايد وشنو كيخلي دماغنا يدخل في هذه الدوامة، وغادي نبداو نحاولوا خطوة بخطوة باش نلقاو السلام وسط هذه الفوضى. النوع الأول اللي هو التفكير في الماضي، past focused overthinking. pensée tournée vers le passé. هو مين كيبقى عقلك يعاود يرجع لبعيد، مواقف قديمة، كلمات تقالت، تصرفات دارت، وكتبقى تقول كون غير جاوبت هكا، كون ما درتش هادي، كون ما قلتش هادي، وما كتخليش الجرح يبرى، حيث كتزيد تعاود تعيشه كل نهار. النوع الثاني هو التفكير في المستقبل، future focused overthinking. anticipation excessive. هو مين كتفكر بزاف شنو ممكن يوقع وكتخاف من شي حاجة ما وقعاش، كتولي تعيش توتر وأحداث في دماغك قبل ما كتوقع، والنتيجة الخوف كيبقى خدام وانت مازال في بلاصتك. النوع الثالث التفكير في الناس، social overthinking. suranalyse sociale. هو مين كتولي تحلل كل كلمة، كل تصرف، كل نظرة، علاش قال هكا، علاش ما ردش ولا ما ردتش، واش ما كيبغينيش، واش كيحتارمني، واش ما كتحترمنيش. كتولي كتفسر كل شيء على حساب مخاوفك وماشي على حساب الواقع، كتولي تفسر كل شيء على حسب المخاوف ديالك ماشي على حسب الواقع. النوع الرابع جلد الذات، self critical overthinking. auto culpabilisation. مني كتولي تلوم راسك على كل حاجة، حتى الحاجات البساط، كتولي المشكل كبير في دماغك، كتقول أنا الغلط، أنا السبب، أنا اللي ما كنعرفش، وهذا الصوت الداخلي كيهدم الثقة بالنفس. النوع الخامس التفكير في المشاعر، emotional overthinking. suranalyse émotionnelle. ملي كتجيك شي مشاعر ما كتعرفش تعيشها، كترجع كتحللها، علاش بكيت، واش عندي الحق، علاش حسيت هكا، بلا ما تحس كتمنع راسك أنك تعيش اللحظة. والنوع السادس تردد في القرارات، decision paralysis décisionnaire. كل ما كتجي تاخد شي قرار كتبقى تحلل وتحلل، كتخاف تغلط، كتخاف تندم، كتضيع الفرص كثيرة غير من التردد. النوع السادس المثلية، perfection أو لا perfectionism، البرفكسيونيزم. مني كتطلب من راسك ومن حياتك كل شيء يكون مثالي، كتخاف من الغلط، من الفشل، من العتب، وكتولي متعب من الخدمة النفسية الزايدة. النوع الثامن أزمة الهوية، identity overthinking. crise d'identité. شكون أنا؟ علاش أنا هنا؟ واش أنا في الطريق الصحيح؟ كتولي كتسول على ذاتك، على قيمتك، على حياتك، وبزاف ديال الناس كيتلفوا وسط هذه الأسئلة. النوع التاسع التفكير الوجودي، existential overthinking. pensée existentielle. هو مين كتولي كتفكر بزاف مواضيع كبار، الموت، الحياة، الوقت، الهدف من الوجود، كتولي غارق في أسئلة بلا جواب،
وكيجي معها غالبا الحزن والقلق. والنوع العاشر اللي غيكون ان شاء الله هي لا فيديو الثانيه من هاد السلسله ديال الاوفر ثينكينغ، واللي كيجيني انا موضوع مهم وهي التفكير الناتج عن الصدمه، تروما بازد اوفر ثينكينغ، بونسي لي او تروما. هو اخطر نوع منين كتكون تعرضتي لوجع، خيانه، كتولي كتفكر في كل شيء باش ما تعاودش تتاذى. العقل كيدخل في حاله تاهب، كيبقى يشد ويحلل كل تصرف على انه تهديد. الى لقيتي راسك في شي وحده من هاد الانواع ماشي بوحدك، راحنا بزاف في حالك، وهذا البودكاست معمول ليك باش تفهم وتحس وتتنفس. كانت هذه هي الحلقه ديالنا، نتمنى تكون عجبتكم وكنت خفيفه على قلبكم. الى عجبكم هذا البودكاست خليوا لي ان كومونتير عافيه في لي كومونتير، ونتلاقاو في الكابسول الجايه ان شاء الله. See you.